ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ورجعنا بفيديو جديد، بس فيديو من العيار التقيل. الفيديو ده حصري عندي انا وبس. ده حواوشي، بس حواوشي ايه هنعرف بعدين، وايه اللي جنبه ده هنعرف بعدين. ادخلي الفيديو وحطي لي لايك واشتركي في القناة لو انت لسه مش مشتركة، اكيد هتنوريني. وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وتعالي بقى اقولك ايه اللي احنا عملناه ده. دي أرنبيطة. حلو الكلام يا بنات، حلو الكلام. اللي بيحب الأرنبيط يجمع هنا، واللي مش بيحب الأرنبيط يجمع هنا، عشان من بعد الثلاث وصفات دول هتعشقوه. بصوا بقى، أنا جبت أرنبيطة كده، شايفين صغننة قد إيه؟ هوريكوا هنطلع منها كام وجبة، وأكل يشبع عيلة ويفيض كمان. واللي جنبها ده كيس لحمة من اللي أنا مفرزاه، أو اللي أنا حاطاه في الفريزر، يعني مش مكمل نص كيلو، يعني هو يا دوب ربع كيلو. انتوا هتشوفوه لما هعصجه، عشان هو هيتعصج. بصوا يا بنات، يلا كده نتفق ان القرنبيطه دي زي ما انا قلتلك هتاكل عيله، هتعمل غدوه متينه زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو. انا هنا كان عندي حبه توم كتار، فقلت انا هدقهم، ايه لا مش هدقهم، قلت انا هعملهم في الكبه الصغيره دي بالمره، والباقي ايه هشيله. بتحطي الملح بايدك ليه يا توته؟ طب وايه يعني يا بنات؟ ده اكبر الشيفات بيحطوا الملح بايديهم. بس يا بنات، انا هنا دقيت فرمت التوم. انا مصممه على دقيته، مش عارفه ليه. انا هنا فرمت التوم، ورحت بقى حطيته طبعا في البطرمان اللي انا هفرز فيه التوم، لاني بصراحه اليومين الجايين دول التوم بيبدا ينشف عشان الشتاء. فاللي عندها شويه توم بدل ما يجي عليها اسبوع ولا حاجه ترميهم، اعملي كده فيهم احسن، استفادي منهم. بنفس الكبة وبنفس مكان التوم، انا عايزة فيها توم، ما هو قرنبيط يبقى توم. هخرط بصلتين. تمام، بصوا حطيت ملح وفلفل اسود بايديا برضو. بس يا بنات، انا مش عارفة ايه السلوك الكتير اللي حواليا دي، بس معلش عدوه. كأنكم مش شايفينهم. بصوا التومة، البصلة اسفة، انا مش عايزاها ناعمة قوي. تمام، وانا طلعت الكبة الصغيرة عشان انا عايزة البصلة بتاعتي ما تكونش مفرومة ناعم. هنا بقى في حلة على النار حطيت فيها مية. المية غليت، رحت حاطة ملح بكمون. ملح بايه يا بنات؟ ملح بكمون. او لو انتي مش مخلطة الملح بالكمون، حطي معلقة ملح وعليها نص معلقة كمون. وهنزل بالقرنبيط اللي انا قطعته كله. الحلة هتكفي معايا تمام، هحطها كلها. مش هتكفي هعملها على مرتين، هسلقها على مرتين، بس انا عشان قرنبيطة صغيرة فكفت الحلة كلها. هنا بقى يا بنات، انا في طاسة على النار حطيت شوية زيت. زيت يا بنات، زيت. ورحت حاطة البصلة هتدبل. هروح بقى فرملها كام قرن فلفل. نار نار، بصوا اللي هو ايه، بيلهلب البق كده. ما هو الأكلة اللي احنا هنعملها دي بتحب الشطة. لو انتوا بقى مش بتحبوا الشطة لازم تدخلوا لها فلفل، بس رومي مفيش مانع، المهم يبقى فيها طعم الفلفل. هنا بقى انا سبت البصلة تتعصج، سبت اللحمة تتعصج، وسبت القرنبيطة تتسلق، ورحت اعمل احلى خلطة قرنبيط هتعمليها. حطيت الدقيق طبعا الكمية اللي انتي عايزاها، لاني انا مش هحدد لك كمية، لان انا مش عارفة انتي هتعملي قد ايه قرنبيط. وعجينة القرنبيط يا بنات بتبقى تخينة، يعني بتبقى سميكة نوعا ما، يعني يمكن اخف من الكيكة حاجة بسيطة قوي. دي بقى نشا. انا بصراحة انتوا عارفين ان انا بجيب في المشتريات بتاعتي النشا سايبة، فالنشا عندي كانت خلصت، فروحت بعت ابني جاب لي كيس صغير، لاني خلاص كل سنة وانتوا طيبين شهر 11 خلص، فهنزل اجيب مشتريات شهر 12، فانا مش محتاجة كمية. هنا بقى انا نزلت بكمون وفلفل اسمر وملح، ومعلقة من
من النشا انا قلت لكم. بصوا بقى، هاخد نص معلقة توم. مش قلت لكم التوم هو اللي بيحب الكمون؟ ده بقى ايه؟ ده زعفران. برضه يا توته هتحطي زعفران للقرنبيط؟ ايوه، احنا مش اتفقنا ان الزعفران يا محلى لونه في الاكل؟ هنا بقى دي كزبرة وشبت بس، كزبرة وشبت. حطيت شوية صغيرين، اقل من ربطة، اقل. وهروح جايبة المية وهضرب الكلام ده كويس قوي. هتحطي بيضتين بس يا توتة؟ ايوه، ما احنا بنقتصد. البيضتين دول ب10 جنيه، احسبي الاكلة كلها هتكلف كام. بس ايا كان، اكلة مش مكلفة خالص وفي نفس الوقت مشبعة جدا. بصوا الزعفران ادى لون هوا. نزلت بالمية بتاعتي وبالمضرب او بمعلقة او بشوكة اللي متاح عندك اضربي بيه. بصوا قلبت الكلام ده كله ببعضه، واول ما هحس ان هي ادتني القوام اللي انا عايزاه، انا مش هنزل بالمية واحدة واحدة، خليها واحدة واحدة علشان ما تبقاش خفيفة معانا، ونرجع نحط دقيق تاني ونضيع الطعم. بس يا بنات هنزل بالبيضتين في اخر خالص. انا كده تمام، حاسه ان قوام عجينتي فل يا فل. هنزل بقى بالبيضتين وهضرب تاني علشان ادمج البيض مع الخلطه. الخلطه دي هنعمل بيها 3 وصفات. 3 وصفات، ايوه 3 وصفات. استني بس، الفيديو ده فيه مواعظ. بصوا، طاسه على النار، الزيت سخن قوي، حطيت القرنبيط وهو زهر، يعني اول ما اتسلق خدت الزهرة بتاعت القرنبيطة حطيتها جوه الخلطة وحطيتها في الزيت، طلعتها باللون التحفة ده. طلعتها في طبق تقديم اللي هو طبق كبير، علشان هحط عليها حاجة تانية. كده تمام. نروح بقى هناك للرخامة ونشوف ايه هي الحاجة التانية. بس الأول بصوا الجمال، شايفين اللون؟ شايفين الحلاوة؟ أنا ما قرستش عليه أوي في التحمير. تمام، أنا لو قرصت كان اللون هيبقى يعني، لو تقلت التحمير بتاعه كان اللون هيبقى جامد يا بنات. دي اللحمة اللي أنا عسكتها، مش قلتلكوا أقل من نص كيلو. هنا بقى جبت سكينة لأني بصراحة دورت على هراسة ما لقيتهاش، فروحت جايبة السكينة وقطعت بيها القرنبيط بتاعي. عجبتني حتة كلتها. كان طعمه بجد واو. نزلت باللحمة المفرومة اللي أنا عسكتها على القرنبيط، وقلب قلب قلب، هدمج الاتنين مع بعض وهتبقى أحلى وأجمل وأطعم خلطة حواوشي قرنبيط. يا سيدي على الجمال. بصوا، هدمجهم كويس في بعض وأنا بقلب بهرس. تمام، بجد لو أول مرة تعرفي إن القرنبيط بيتعمل حواوشي تحطي لي لايك. هنا بقى أنا جبت العيش طازة طبعا، قطعته أنا عندي المقص ده وأنا عاملاه مخصوص للعيش. ففتحت العيش بتاعي ورحت، المعلقة دي يا بنات كبيرة مش صغيرة، المعلقة دي معلقة غرف مش أكل، يعني هي واضحة في الفيديو. بصوا، معلقة بتعبيلي الرغيف لأن الرغيف كان صغير حجمه مش كبير، وكان مليان ولذيذ. وبصوا مش قادرة اقول لكم قد ايه جميل. عادي حتة لحمة وقعت على الصينية حطيتها جوه السندوتش، ما مش هتترمي يعني. بصوا يا بنات الجمال، ايه ده. ماشي، نكمل باقي الفيديو يا بنات. هنا انا كملت بقى العيش كله لحد ما الخلطة بتاعتي خلصت. انا كنت مقطعة 12 رغيف، هم عملوا هنعدهم مع بعض لان انا فاكرة ان انا رجعت من العيش حطيته تاني مكانه، ما كفاش يعني ال 12 رغيف، بس مش فاكرة عمل 11 تقريبا او 10. بس يا بنات كده انا خلصت الكمية بتاعتي، دول هياخدوا رغيف تاني. بصوا تمام فل قوي. ادي 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. حلوة قوي. عملوا معانا 10 ترغفة بأقل من نص كيلو لحمة. أقسم بالله يا بنات أقل من نص كيلو لحمة، ويمكن باين قوي في التصوير، يعني في الطاسة كده وهو معصق باين قوي. ده بقى باقي القرنبيط اللي هو اتسلق. عملتي ايه فيه يا توتة؟ هرسته وهنزل عليه بالخلطة. مش هحمره يا بنات وهو زهر، انا هعمله اقراص علشان الولاد تحبه وتاكله وتطلبوا منك تاني وتالت. القرنبيط من افيد الاكلات في الشتاء، معروفة. شتاء يعني قرنبيط وكرنب وعدس ونابت. بس يا بنات هقلبها كويس. هروح بقى على البوتاجاز. انا قايله لكم ان الجريل ده علشان حد مش هقول مين استعمله فاتحرق منه، مش عايز الحرق يروح، فانا مستخدماه في كده. هحط بقى شويه زيت صغيرين لان الجريل ما بياخدش زيت كتير، وهقلي فيه او هحمص فيه العيش. انا ممكن ادخله الفرن في صاج عادي، اللي انت عايزاه ترش عليه رشه زيت ودخليه الفرن. كان ممكن اعمله في القلايه بس كان هياخد مني وقت وانا كنت عايزه انجز. هنا بقى يا بنات الزيت بتاعي قدح او سخن، هو نفس الزيت اللي انا قليت فيه القرنبيط بتاع الحواوشي، بس خرجت منه الحاجات اللي هي ايه نزلت فيه. باخد بالمعلقه كده عادي، بصوا، وبدوس عليها علشان تبقى ايه قرص كده. هتشوفوه في الاخر يا بنات طعمه عامل ازاي، شكله عامل ازاي. يا رب تجربوه وتقولولي على طعمه، عشان بجد رهيب 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 والله رهيب. صدقوني كل اللي داق الحواوشي ده من ايدي كان بيقولي تسلم ايدك بجد. وانا كنت عارفة انهم مش بيجاملوني لاني انا فعلا بنبهر بطعمه، جميل جدا، بالذات لما بيبقى مشطشط بقى. الناس اللي بتحب الشطة حطي شطة زي ما انت عايزة، الأكلة دي بتحب الشطة. بس يا بنات المهم بقى ايه، انا عايزاكي تجربيه، جربيه ومش هتندمي، صدقيني ما هتندمي بجد. الأكلة دي من أجمل الأكلات اللي ممكن تاكليها في فصل الشتاء. انتوا عارفين أنا بخزن القرنبيط عشان أعمل الأكلة دي في الصيف، اللي هو الحواوشي، يعني مش هضحك عليكم واقول لكم أي حاجة تانية، لا الحواوشي. بس يا بنات انا لو كنتوا تاخدوا بالكم في نص الفيديو كده انا كنت حاطه حله تانية على العين الصغيره اللي ورا دي اهي، كنت بسلق بطاطس قشرتها، وهروح على باقي الخلطه اللي اتبقت من القرنبيط. هغطس البطاطس كده يمين شمال، بصوا زي كده بالظبط، وانزل في الزيت. تمام تمام، احلى بطاطس هتاكليها. يلا اديني قلتلك كمان على البطاطس. يبقى عملنا 3 وصفات: بطاطس بخلطة القرنبيط، حواوشي قرنبيط، وقرنبيط اقراص. صدقوني انا ولادي ما كانوش بيحبوا القرنبيط ولا جوزي، بعد ما كلوه بالطريقة دي بابا بيطلبوه على طول. بصوا البطاطس يا سيدي، ترشي بقى عليها ملح وكمون، قطعت لهم طماطم وفلفل، وبصوا مظبطه لهم الدنيا. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو هتحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتقولي لي كلمة حلوة بعد ما تعمليه، ترجعي تاني للفيديو وتقولي رأيك بصراحة. واشوفك على خير في فيديو جديد. سلام.